السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورين يا رب تكونوا بخير. نخش في الموضوع على طول عشان أنا ما بحبش المقدمات وما بعرفش أعملها. المهم، مباراة مصر والأرجنتين، المباراة اللي اتلعبت بطريقة أكل الحق صنعة، حتى دي ما فيهاش أي صنعة. الماتش ده ما بقاش مجرد ماتش في كأس العالم، ده بقى أزمة قومية، أزمة رسمية جنب أزمة المرور وغلاء الطماطم. صفارة النهاية كانت المفروض تقفل الموضوع، بس اللي حصل بعدها كان بداية مسلسل كامل. الجدل انفجر في كل حتة، صحف عالمية اتكلمت ولاعبين ومحللين نزلوا يهزروا زي كل مرة، وملايين الناس اتقسموا نصين. نص بيقول أخطاء تحكيمية عادية، والنص التاني بيقول لا ده ظلم يستاهل إعادة المباراة، وممكن كمان يستاهل جلسة طوارئ من مجلس الأمم. المهم، وسط الزحمة دي طلع أخبار وتصريحات وتحليلات وشائعات أكتر من عدد الناس اللي كان بيتفرج على الماتش أصلا. بس السؤال اللي محدش لسه جاوب عليه بجد، هو فعلا مباراة مصر والأرجنتين ممكن تتعد؟ في الفيديو ده مش هنمشي مع العواطف ولا الانتماءات، ولا حتى مع اللي بيقول أنا مش زعلان بس هو زعلان من جواه. هنرجع للوقائع والتصريحات ولوائح الفيفا ونفصل كل نقطة بهدوء. في الآخر القرار هيبقى ليك أنت. يلا بينا نبدأ، بس الأول إيه اللي حصل؟ إزاي ماتش الكورة مدته 90 دقيقة يتحول لقضية رأي عام أكبر من أي قضية في العالم؟ هل التحكيم كان السبب؟ ولا قرارات الفار؟ هل مصر فعلا اتظلمت؟ وليه صحف عالمية دخلت على الخط في الموضوع؟ وايه حكاية الأعلام اللي اترفعت في الماتش؟ وهل ليها علاقة بنتيجة الماتش؟ وليه كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده؟ وهل هو حقيقي ولا مجرد ترندات زي ما احنا اتعودنا؟ كل سؤال من دول هنجاوب بالدليل، خطوة بخطوة، من أول لحظة في الماتش لحد آخر رد فعل. يلا بينا. أول حاجة لازم تعرفوها إنه بعد نهاية الماتش على طول الموضوع ما يقفش عند صفارة الحكم. الاتحاد المصري بالفعل قدم اعتراض، وبالفعل قدم احتجاج رسمي للفيفا. الاحتجاج كان بسبب أكتر من لقطة تحكيمية شاف الاتحاد إنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، أهمها الهدف اللي اتلغى بعد تدخل الفار، مطالبة المنتخب بركلة جزاء في الدقايق الأخيرة. الاتحاد طلب من الفيفا مراجعة اللي حصل وفتح تحقيق، لأنه شايف إن الأخطاء دي ما كانتش قرارات عادية بتحصل في أي ماتش، لأن دي أخطاء مصيرية. بس هنا بيجي السؤال المهم، هل مجرد إن اتحاد الكورة يقدم احتجاج معناها إن المباراة هتتعاد؟ الإجابة ببساطة لأ، لأن الفيفا ببساطة مش بيعيد أي مباراة لمجرد إن فريق زعل من التحكيم. لو كده كان كل مباريات كرة القدم اتعادت. لازم يكون في سبب استثنائي جدا، زي مخالفة صريحة لقوانين اللعبة أو خطأ في تطبيق القانون نفسه، مش مجرد تقدير تحكيمي. وده اللي خلى فيفا يرد بشكل رسمي على كل الاتهامات. طيب هل رد الفيفا كان اعتراف بوجود ظلم؟ ده اللي هنفهمه. بعد ما الاتحاد المصري قدم احتجاجه، الناس قعدت مستنية الرد زي ما بتستنى نتيجة الثانوية العامة كده. هل هيقول إن الحكم أخطأ ولا هيدافع عن قراراته؟ الرد جه على لسان رئيس لجنة الحكام في فيفا، الإيطالي مش عارف اسمه ملعبك كده، مش مهم نسمعه، وكان واضح وصريح فيما أكد إن طاقم التحكيم طبق القانون من وجهة نظره، وإن قرارات الفار اتراجعت فعلا أثناء المباراة. بالنسبة للهدف اللي اتلغى، فيفا قال إن الإلغاء كان بسبب مخالفة في بداية الهجمة، وحكم الفيديو شاف إنها أثرت على سير اللعب. أما بالنسبة لركلة الجزاء المطلوبة، فيفا قال إن الاحتجاج جوه المنطقة ما وصلش لدرجة ركلة الجزاء والله، وإن قرار استمرار اللعب كان صحيح من وجهة نظرهم. وكمان نفى فيها بشكل قاطع أي كلام عن مجاملات أو ضغوط أو تدخلات خارجية. يعني باختصار رواية الاتحاد المصري بتقول اتظلمنا، ورواية فيفا بتقول كل حاجة كانت مظبوطة وزي الفل، زي أي خناقة بين جارين، يعني كل واحد فيهم متأكد 100% إنه صح. السؤال الحقيقي، لو فيفا شايف إن كل حاجة سليمة، إيه اللي خلى ملايين الناس مقتنعة إن مصر اتظلمت؟ هنوصل للإجابة مع باقي الأحداث. خلينا نبص الأول على أصل المشكلة. هل التحكيم فعلا كان السبب الرئيسي؟ الإجابة أيوه لحد كبير. أغلب النقاشات بعد الماتش كانت حوالين لقطتين أساسيتين. اللقطة الأولى الهدف اللي اتلغى بعد الفار، ناس كتير سألت إزاي الهدف اتحسب الأول وبعدين اتلغى؟ وهل المخالفة فعلا كانت تستاهل إلغاء الهدف؟ اللقطة التانية كانت المطالبة بركلة جزاء في الدقايق الأخيرة. الجمهور المصري شاف إنه احتكاك واضح، بس الحكم بعد ما رجع القرار استمر اللعب عادي. ومن هنا بدأت الآراء تنقسم. في ناس قالت الحكم كان موفق، وفي خبراء تحكيم وإعلاميين كتير قالوا إن بعض اللقطات كان ممكن تتحسب بشكل مختلف. وده حقيقة طبيعة في الكورة، لأن بعض القرارات تقديرية، حكم يشوفها مخالفة وحكم تاني يشوفها احتكاك عادي، زي بالظبط لما اتنين يتفرجوا على نفس المشهد ويطلعوا بقصتين مختلفتين. بس اللي زود الجدل أكتر إن الماتش ده في بطولة بحجم كأس العالم، وأي قرار بسيط بيبقى تحت عدسة ملايين المشجعين.
وكل زاوية كاميرا بتحلل عشرات المرات. علشان كده الجدل ما كانش بسبب النتيجة بس، كان بسبب إن كل لقطة بقت محل نقاش بين الجماهير والإعلام وحتى خبراء التحكيم، وده اللي خلى الماتش يفضل حديث الناس لحد بعد نهايته بأيام. الدليل بقى إن الموضوع ما كانش مجرد غضب جماهير مصرية بس، إن القضية خرجت بره مصر خالص. وكالات أنباء عالمية وقنوات رياضية وصحف دولية بدأت تتكلم عن الماتش، مش بسبب النتيجة لكن بسبب حجم الجدل حوالين التحكيم وقرارات الفار، لدرجة إن رئيس لجنة الحكام في فيفا خرج بنفسه يرد على الاتهامات. وده طبعا مش بيحصل بعد أي مباراة عادي. لما مسؤول بالحجم ده يطلع يوضح أسباب القرارات، يبقى أكيد الماتش كان من أكتر مباريات البطولة إثارة للجدل. فيفا متمسك بصحة القرارات بالكامل، وفي المقابل الاتحاد المصري الجهاز الفني واللاعبين مقتنعين إن منتخب مصر اتظلم. وده اللي خلى القصة تكبر، وكل طرف متمسك بروايته، والجمهور في النص بيسأل مين فيهم مع حق. بعيدا عن التحكيم خالص بقى، كان في مشهد تاني خطف أنظار العالم. بعد تأهل مصر في الماتش اللي قبل كده، حسام حسن احتفل بطريقة مختلفة، رفع علم فلسطين وقال إن الإهداء كان تضامن مع الشعب الفلسطيني، وانتشر الخبر في الإعلام العربي والعالمي. ولكن بعد ماتش الأرجنتين حصل موقف تاني خالص أثار جدل واسع. أثناء خروج حسام حسن من الملعب ظهر أحد المشجعي الأرجنتين وهو بيلوح بعلم اللي ما يتسموش في اتجاه الجهاز الفني المصري. المشهد اتصور وانتشر بسرعة جدا، وناس كتير اعتبروه محاولة استفزاز لحسام حسن بسبب موقفه المؤيد لفلسطين. وبحسب الفيديوهات المتداولة ظهر الغضب على حسام حسن وحاول يتجه ناحية المدرجات قبل ما الأمن والجهاز الإداري يتدخلوا ويبعدوه عن الموقف. بس هنا لازم نقف عند نقطة مهمة. لحد اللحظة دي مفيش أي دليل رسمي بيربط رفع العلم بقرارات التحكيم أو نتيجة الماتش، أو إن الواقعة كانت منظمة. اللي نقدر نأكده إن المشهد حصل فعلا وأثار تفاعل كبير على السوشيال ميديا، وبقى جزء من الجدل المصاحب للمباراة. وأي استنتاج زيادة عن كده هيفضل مجرد رأي وتحليل، مش حقيقة مثبتة خالص. ونوصل لأهم سؤال في الحكاية كلها: هل فعلا ممكن الماتش يتعاد؟ ناس كتير فاكرة إن أي خطأ تحكيمي معناه إعادة المباراة، لكن قوانين الكورة بتقول إن قرارات الحكم جوه الملعب نهائية، حتى لو اتضح بعد كده إنه خطأ في تقدير لقطة. يعني لو الحكم احتسب أو ما احتسبش ركلة جزاء، طرد لاعب أو ألغى هدف، فده في الأساس قرار تحكيمي مش سبب كافي لإعادة المباراة. طيب إمتى فيفا فعلا يوافق على إعادة المباراة؟ لما يكون الخطأ مش تقدير لكن الخطأ في تطبيق القانون نفسه. مثلا سنة 2005 كان في مباراة بين أوزبكستان والبحرين في تصفيات كأس العالم. الحكم طبق قانون ركلة الجزاء بشكل غلط، فيفا اعتبره خطأ في تطبيق القانون وقرر إعادة المباراة بالكامل. مثال تاني في 2009 لمسة يد تيري هنري الشهيرة اللي هالت فرنسا على حساب إيرلندا. حتى لو هنري نفسه اعترف باللمسة وحتى لو الدنيا اتقلبت، فيفا رفضت إعادة المباراة لأن ده قرار تقديري من الحكم جوه الملعب، مش خطأ في تطبيق القانون. وده يرجعنا لمباراة مصر والأرجنتين. الاعتراض المصري كان على قرارات الحكم والفار، لكن لحد دلوقتي مفيش إعلان رسمي بيقول إن الحكم خالف قانون من قوانين اللعبة. بالعكس، فيفا دافع عن الطاقم التحكيمي بالكامل. علشان كده من الناحية القانونية إعادة المباراة هتبقى صعبة جدا، بل يمكن تكون مستحيلة، إلا لو ظهر دليل جديد يثبت مخالفة صريحة أو تلاعب أو سبب استثنائي تقرره الجهات المختصة. وده يفسر ليه الاحتجاج المصري كان خطوة قانونية طبيعية جدا. في نفس الوقت إعادة المباراة مش قرار يتاخد بسهولة الحقيقة. نوصل بقى لمنطقة مهمة جدا أنا شخصيا شاكك فيها، اللي هي إيه؟ حكاية المراهنات، حقيقة ولا إشاعة؟ وسط كل الجدل ده بقى ناس كتير بدأت تربط اللي حصل ببرامج المراهنات، وهنا لازم نفرق بوضوح بين الحقيقة والإشاعة، لأن في ناس كتير قالت إنه لو مصر كسبت ناس كتير جدا هتخسر ملايين في المراهنات اللي مراهنين على فوز الأرجنتين طبعا. ولكن الحقيقة إن عالم الكورة شاف قبل كده قضايا حقيقية مرتبطة بالمراهنات، منها مثلا إيفان توني في إنجلترا اتوقف 8 شهور بعد ما ثبت مخالفته للوائح المراهنات مئات المرات، لكن التحقيق في الآخر أكد إنه ملوش دور في التلاعب بنتيجة أي مباراة. عندنا مثلا تاني اللاعب ساندرو في إيطاليا، اتعاقب بعد اعترافه بالمشاركة في مراهنات مخالفة للوائح. عندنا مثلا كيران في إنجلترا، اتوقف بسبب تسريب معلومات انتقال واستغلها آخرين في المراهنات.
كل القضايا دي وأكتر منها بكتير بتأكد إن الكرة فعلا واجهت قضايا مراهنات على مر السنين، بس لحد دلوقتي مفيش أي تحقيق رسمي ولا دليل ولا إعلان من فيفا أو أي جهة مختصة يربط مباراة مصر والأرجنتين بأي قضية مراهنات أو تلاعب. فأي كلام يربط الماتش ده بالمراهنات يفضل مجرد تكهنات وإشاعات لحد ما يطلع دليل رسمي يثبت عكس كده. احنا هنا هدفنا نعرض الحقائق مش نلحق الترند. في الآخر سواء كنت مقتنع إن مصر اتظلمت أو شايف إن الحكم طبق القانون صح، الحقيقة الوحيدة المؤكدة إن مباراة مصر والأرجنتين هتفضل واحدة من أكتر مباريات كأس العالم إثارة للجدل. يمكن بعد كام سنة الناس تنسى النتيجة، لكن صعب جدا تنسى اللي حصل حواليها. احتجاجات وتصريحات وردود رسمية وجدل لسه مستمر لحد النهاردة، ويمكن هيفضل موضوع الخناقة ده عندنا لسنين جاية. وأنا هدفي من الفيديو ده كله كان بس حاجة واحدة، إني أجمع كل الوقائع قدامك من غير تهويل ومن غير مفرض عليك رأي معين. دلوقتي الدور عليك انت كمشاهد، انت شايف ايه؟ مصر فعلا اتظلمت ولا قرارات الحكم كانت صح؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، بجد متحمس اعرف وجهة نظرك جدا. ولو اسلوبي عجبكم اعملوا لايك واشتراك. وده كان اول فيديو طويل على القناة، وان شاء الله يبقى بداية لسلسلة هنتكلم فيها عن اكبر القضايا بشكل عام مش بس في الكورة. اشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم.